السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجة بنعملها، اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناة. النهارده يا حبايبي حبة مشتريات كده هون بس. قبل ما اقول اي حاجة بعز الشعب التركي والشعب السوري. يا رب يا رب حوش الاذى عنهم يا رب، وانقذهم من اللي هم فيه، وانقذ بلادنا احنا كمان من الغلا ومن الوباء اللي احنا فيه. الدنيا الناس كلها ماشيه تايهه في السوق يا جماعه. كل حاجه غليت، حتى الخضار اللي كنا بنقول الخضار رخيص شويه، كل حاجه غليت النهارده. انا نازله تعبانه من قبل ما اشوف الاسعار، ماشيه انا دايخه ومش حاسه بنفسي خالص. حاسه ان رجلي مش شايلاني ومعرفش في ايه في الجو اليومين دول. الجو ساقع قوي وحاسه ان انا تعبانه. فمعرفش بقى، يمكن الضغط عالي معرفش، بس ما عنديش حاجه في التلاجة خالص، وبقالنا كام يوم بناكل اي حاجه مكرونه اللي موجود في التلاجة. فقلت بقى انزل، بنتي قالت لي يا ماما انا عاوزه اكل، انا نفسي اكل. فنزلت اتفاجئت بالاسعار. انا طبعا بقالي دلوقتي يجي شهر ما بشتريش فراخ. انا كنت عندي فرختين بلدي من ايام ما كانت ب70 جنيه، عملتهم على كشك، ومن ساعتها بعمل لحمه، وبنتي ما بتاكلش لحوم، فعايشه يعني على الاندومي، على البصل المحمره. يا ماما نفسي اكل فرخه. نزلت جبت لها فرخه. هعمل ايه بس؟ هي فرخه بتمن الفرخه دي ب 185 جنيه، الكيلو ب80 جنيه. وجبت نص بانيه، البانيه ب160، جبته ب80 ب90 160، يبقى النص بكام؟ والله انا اديت لها الفلوس وادتني الباقي، والله ما اعرف النص بكام. اما النهارده هعمل اكل ايه؟ انا هعمل النهارده ايه؟ انا عندي لحمه مفرومه من ايام ما كانت ب160، نص كيلو. هعمل حواوشي، وهعمل حواوشي فراخ. يعني انا هاخد ربع كيلو من دون وهقلها ربع في الفريزر، وهعمل حواوشي لحمه لينا وحواوشي فراخ ليها هي، تقعد تاكل فيه يومين ثلاثه الربع كيلو يعني. فدي اكله النهارده اللي هنعملها النهارده، حواوشي فراخ وحواوشي لحمه. اما بقى اسعار الخضار، الفرخه طبعا هعمل عليها كرومبايه. انا جايبه كرومبايه اهي في الارض اهي، في الشنطه اهي في قلب الكيس. كرومبايه ب15 جنيه، حتى الكرومب غلي. بس جبتها ايه؟ عشان خلاص السبعيني هيت طالع، ودون الباقي خلاص ماشي. قلنا نعمل اكله على الفرخه يعني. فطبعا القوطه النهارده، القوطه دي ب6 جنيه. القوطه دي انا كنت جايباها المره اللي فاتت ب5 جنيه، وكنت بص بنقي الحاجه بنقي مش قادره يعني. حتى هتلاقي في عيوب في القوطه، انا مش طبيعتي يعني. فجبت 2 كيلو ونص ب15 جنيه. الفلفل ب12 جنيه، اللي انا كنت جايباه ب8 جنيه المره اللي فاتت. جبت نص كيلو. وجبت البطاطس ب6 جنيه، برضو كانت ب5 جنيه غليت. جبت 2 ونص ب15 بطاطس رمليه، لو اني انا ما تلاقيش الا هي، ما انا بحب التانية، بس قلت تبقى عندي بطاطس في البيت وخلاص، بنهرس بطاطس كده. وجبت نص كيلو ليمون، الليمون ب8 جنيه، حطلي بال5 جنيه يعني. ودول بتنجان وفلفل تاني، انا بحب الفلفل الحار دون. وبتنجان، البتنجان ده كيلو ب10 جنيه، والفلفل ده كيلو ب14 جنيه. ده كيلو ب14، يعني اغلى من ده. فهي حطت لي ب10 جنيه بتنجان على فلفل، يعني قلت لها انا مش عاوزه بواقي، حط لي بال10 جنيه. ادتني بتنجانتين وحبه فلفل. والخس الثلاث خاصيات دول ب5 جنيه. والخضره الحزمه طبعا بعد الفصال ب50 قرش، كانت بتقول لي التلاته ب2 جنيه. فقلت لها ب50، قالت لي يلا. البصل بقى هو اللي غالي قوي يا جماعه. البصل الابيض ب17 جنيه تحت، البصل الابيض ب17، والاحمر ب10. يعني ده ب10. مفيش حاجه اسمها 8 كيلو ونص، الحاجات دي خالص خالص يعني. اللي كان لسه من اسبوعين كان ب4 جنيه. سبحان الله. ده ب10 جنيه جبت كيلو. وجبت ايه تاني؟ وجبت عيش، جبت 3 جنيه عيش الفرن. الفرن النهارده رايقه الحمد لله. وجبت كيس صابون سائل، كيس صابون سائل اهو ب5 جنيه. وجبت بيض. فين البيض؟ البيض 10 بيضات ب35 جنيه. البيض برضو اللي كنت انا جايباهم المره اللي فاتت، ال10 بيضات ب32 جنيه ونص. فده حبه مشترياتي النهارده. ما جبتش حاجات من عند العلاف، ما جبتش حاجات من ما جبتش الا هي فرخه ونص كيلو بانيه، وصرفه يجي 450 جنيه. كنت معايا 500، باقي منهم فتافيت كده. فربنا يا رب يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه دون. يا رب احنا، يا رب هون على الناس كلها. طب انا معايا تمن الفرخه وتمن البانيه، غيري ما معهوش. ربنا يستر الناس كلها ويوسع رزقهم يا رب. غلتولنا الحاجه. طب كتروا في المهيات، كتروا في الفلوس. يعني الناس دلوقتي الفلوس هي والحاجه غليت. طب تعمل ايه؟ الناس اللي معاها زي اللي ما معاهاش، بس اللي ما معاهاش اكتر. يا حول الله يا رب.
لا حول الله يا رب. يا ربنا يا رب يرخص الحاجه، يا رب يا رب رخص الحاجه. قولوا معايا اللهم امين، اكتبوا لي في التعليقات اللهم امين. انا كنت عامله مقاطعه والله للفراخ، بقالي يجي شهر ما بشتريش فراخ. بس بنتي اعمل ايه، صعبت عليا امبارح وقالت لي نفسي اكل يا ماما فراخ مش بانيه كمان. قلت لها طب ماشي، نزلت بقى جبت لها وخلاص. واللحمه غليت، يعني انا اللحمه دي كنت جايباها ب 160 من اسبوعين مثلا، دلوقتي اللحمه بقت ب 200. غليت 40 جنيه في اسبوعين، 40 جنيه في اسبوعين. اللحمه الكبيره مش الصغيره بقت ب 200. يعني لسه ابني جايبها امبارح بيقول لي جبتها يا ماما ب 200 جنيه. فانا لسه الاسبوع الجاي بقى انا بعمل اسبوع، يعني انا بعمل اسبوع بروح اجيب الفيل اللحوم. كنت جايباها اخر مره ب 160 ومره جبتها ب 180، بس المفرومه دي من ايام ما كانت ب 160، يعني عندي بقى لها داخله في شهر اهي. هعمله حواوشي بقى عشان اخلص منه. فالنهارده هنعمل حواوشي فراخ وحواوشي لحمه. يلا بينا نشيل كل حاجه واقول لكم الطريقه بالظبط، والحاجه بس تفك بس، ونعمل مع بعض اكله سهله، لان انا النهارده زهقانه ومش عاوزه اعمل اكل، هي اكله سهله هنعبي في العيش على طول كده، واقول لكم التتبيله بتاعتها ايه. يلا بينا دلوقتي يا حبايبي هنعمل الحواوشي باللحمه. انا كان عندي حته دوش كده في الفريزر طلعتها، هفرمها في الكبه. وهعمل ربع كيلو بانيه، ربع كيلو بانيه ونص كيلو لحمه. النص كيلو لحمه بحط له نص كيلو بصل، والربع كيلو بانيه احط له ربع كيلو بصل. والفلفل زي ما انت عاوزه، يعني انا حاطه للاتنين بتاع 4 قرون فلفل كده حار. انا هعمل ده بارد وده هعمله حار. ويعني لان الفلفل الرومي ده وقرن كده على البانيه. بس طبعا اول ما انا هعمل هضرب دون في الكبه. لو ما عندكيش كبه عادي، لو البانيه دون بتقطعي حتت حتت، ولو عندك جرن دقيه عادي جدا، او قطعي حتت صغننه، او في المطحنه بتاعه الخلاط. احنا كلنا كان ما عندناش كبه زمان وكنا بنعمل برضو، لان انا كنت بنتي اصلا ما كانتش بتحب اللحمه، بعمل لها حواوشي بانيه، حواوشي فراخ يعني. فطبعا الربع كيلو ربع كيلو بصل، النص كيلو نص كيلو بصل. انا بكتر في البصل، البصل بيطعمه، بس ما بحطلوش طماطم، هو فلفل وبصل. البهارات بتاعته 7 بهارات. حسب الكمية، انت بتحب بهارات كتير حط كتير، بتحب حبة صغيرين حط 4 معالق. بابريكا، جنزبيل، دي كزبرة، ده كمون، فلفل اسمر، جنزبيل، حبة قرفة، و7 بهارات. في توابل حواوشي بتتباع عند العطار. لو انت مش عاوز تحط ده كله، جيبي كيس توابل حواوشي وحطيه. بس انا ما عنديش توابل، فانا بعمل التوابل اللي عندي كلها، اللي انت بتحبي طعمه في اكلك حطيه. وطبعا ملح. ماشي. دلوقتي هنطحن البصل وهنطحن كل دون، وبعد كده هطحن دون، وده مطحون جاهز جايباه جاهز، وده برضه هعمله. وهعمل مع بعض الاول حواوشي الفراخ، عشان بنتي لو حطيت ايدي في اللحمه مش هتاكل من ده، لانها بتقرف من اللحمه. فالعيال بيذلونا يا جماعه، العيال بيذلونا. فدلوقتي انا هضرب بقى البصل الاول والفلفل، وبعد كده هضرب ايه الفراخ. ماشي. وهحط بقى التوابل عليها اللي هما الاتنين، يعني نفس التوابل هي واحده. ولو عندك بقى ايه توابل فراخ ممكن تحطيها في حواوشي الفراخ، بس انا ما عنديش توابل فراخ، بيبقى طعمه احلى يعني. حبه وهرجع لكم تاني بعد ما اضرب كل ده. عملت البانيه اهو يا حبايبي. بصوا يعني انا عملته في الكبه، مش مهري قوي، بس يعني حتت صغنططه، متقطع حتت صغنططه كده، يعني زي اللحمه يعني. ماشي. وعملت الفلفل اهون، وعملت البصل. فاحنا دلوقتي هنروح واخدين حبه بصل يجي ربع كيلو كده، وهناخد فلفل برضو حبه فلفل، واللحمه المفرومه اهي هحطها على بقيه البصل هنا دي كده اهو. ودي حته الدش برضو فرمتها في الكبه اهي، فرمتها في الكبه اهي. هناخد كل الفتافيت دي طبعا، يعني مش هنسيب حاجه خالص. وهحط بقيه الفلفل على اللحمه المفرومه خلاص كده. وطبعا البهارات اهي كلها هقلبها في بعضها كده بقى كده. هحط حبه هنا طبعا، وتملحيها زي ما انت عاوزه، يعني الملح اللي يناسبك، عاوزه دي عاوزه حاجه زي ما انت عاوزه. نحط كده وبايدينا بقى اهو كده، نقعد بقى نعجن فيها. ودي طبعا عشان ما عليهاش دهون خالص، هحط لها قد معلقتين زيت، عشان هي قرفانه. يعني في ناس بيحط لها لو انت ما بتقرفيش من اللحمه حط لها حته دوش،
بس طبعا انا بنتي هعمل لها ايه بس يا ربي، نحط لها كده يعني تديها بس ايه معلقتين زيت كده او سمنه بقى. هقعد بقى ادعكهم كده ببعضهم واسيبها بقى ايه يعني. وهدعك برضو التانية ام لحمه، بس انا مش هقدر اجي ناحيه ام لحمه لحسن هي مراقباني واقفه لي بره. لو حطيت يا ماما مش واكله، بيذلونا العيال والله العظيم. يعني انا الحواوشي بالفراخ بيبقى طعمه لذيذ، بس احنا يعني عندي في البيت بيحبوا بلحمه. كده كده اهو كده نسيبه بقى في بصوا لو تلاقيتوه يعني العجينه طريه منك شويه حط لها معلقه دقيق، معلقه دقيق واحده. فانا ايه هحط لها معلقه دقيق يعني دي حاجه عاديه. لو اتلقيتي عجينه الحواوشي دي حته بصله هجيب السكينه واخرطها الكب ما خرطهاش عادل يعني. هي مش صيصه عادي هيتحشي كده عادي. بس انت لو عاوزاه ماسك شويه حط له معلقه دقيق. معلقه دقيق بيديله برده لزوجه طعمها بيطعمه. حط له معلقه دقيق ماشي. انا هروح اجيب معلقه دقيق احطها وهجيب لكم بقى ايه. طبعا ده هعجنه مع نفسي كده وهجيب لكم وانا بحشي العيش. خلاص حبايبي دلوقتي خلاص دون الحواوشي اللحمه ما شاء الله، ودون حواوشي الفراخ. ده ربع كيلو بانيه وده نص كيلو لحمه. هنسيبه بقى دلوقتي يجي نص ساعه كده هو يتبل في نفسه، وبعد كده هنحشيه. طبعا يقعد يعني نص ساعه مع نفسه كده شويه. وهجيب العيش هجهز بقى العيش عشان نحشيه ونحطه في الفرن. وانا بحشي انا هجيب لكم منظره عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي هنحشي العيش اهو. جبنا العيش وفتحناه كده من على الحرف بالسكينه مشرشبه كده او بايديكي. والحواوشي الفراخ اهو انا هعملهم في 5 رغيف يعني هو الرغيف صغير. فانا ايه هي بنتي بتقولي مش عاوزاه محشي قوي يعني. فهنجيب الكرة كده بصوا نعمل كرة كده ونروح حاطينه في قلب في النص كده ماشي اهو. ونروح جايبين ازازه الزيت لانه ما فيهوش دهون خالص مش زي اللحمه. نروح عايزين ايدينا ونقعد نبطط بقى عليه كده كده يعني ايه في صينيه كده. احنا كده كده هو بيتفرد كده. بصوا فريده ماسكه الصينيه اهي. بصوا بعد ما بططت عليه بصوا اهو اتفرد جوه. بصوا شفت شكله يعني من غير ما نحط ايدينا ولا اي حاجه كده. وفردنا وعملنا. ودلوقتي فريده ماسكه الصينيه. بصوا الصينيه اهي. نجيب صينيه عشان ما نوسخش الفرن. ما احنا في ناس بيحطوها على الشبكه فبينزل بقى ايه حاجات في قلب الفرن. لا احنا ايه بس استنوا عشان هيخر. ادخل دول بس جوه كده ونروح حاطينه بقى ايه. بس يا فريده استنى هوريهم بس واودي. نروح حاطين كده والرص بقى ايه العيش جنب بعضه كده اهو. هعمل تاني يعني ونرصهم ونحطهم في الفرن واللحمه كذلك برضو. بعوز ايديا زيت وبقى ايه بعمل. بس انتوا طبعا عارفين ان انا مش هقدر امسك اللحمه الا لما اخلص الفراخ. نعمل رغيف تاني اهو كوره برضو اهي. بصوا يعني كتير اهو. لا سيبي ازازه الزيت يا فريده كده في النص اهو ماشي. هنحط الرغيف كده ونولع بقى الفرن ونحطه في قلب الفرن. في ناس بيعملوها على الطاسه من فوق عادي بس احنا قبل عامله. لا يا فريده استني يا فريده. يلا هاتي بقى اهو. بصوا اهو هوريكم برضو ايه بعد ما فرد. بصوا بتقول لكم بصوا تعالوا. فريده ايه ماسكه. وريهم فريده. نحط الرغيف كده ماشي يا فريده ماشي. ده اسمه ايه بولو مونا ماما. هخلص بقى الكميه واحط في الفرن واوريكم بعد ما اخرجه. وبرده اللحمه هعمله كذلك ماشي. هرجع لكم تاني. ايه رايك دلوقتي يا حبيبي؟ خلاص طلعنا دوت حواوشي اللحمه اهو ما شاء الله. بصوا منظره شكله عامل ازاي. هحطه في طبق. ودوت حواوشي الفراخ. بصوا عامل ازاي. احطه برده في طبق. تعالوا بقى ايه قبل ما افضي بقى كل دون. انا بعد عنك خالص اهو. ده بتاع الفراخ. تعالوا بقى ايه اوريكم قلب الحواوشي الفراخ شكله من جوه عامل ازاي.
بص توته انا عامله لها حواوشي عشان هي بتحبه وعاملاه مش حراق، بس انا حاطه فلفل اخضر عشان اللي عاوز ياكل شطه. ماشي. وكمان بصوا بطاطس بتاعت بالشيبسي. بص هو لسه سخن قوي مش عارف افتحه. بص الدخان ده حواوشي الفراخ. بص ما شاء الله شكله عامل ازاي من جوه، انا عايزه بقى ومقرمش وجميل في السقعه اللي احنا فيها دي. ده حواوشي بقى اللحمه. ايوه بحب حواوشي اللحمه. بصوا برضه بيطلع دخان اهو. بصوا ما شاء الله، بص شكله عامل ازاي ومقرمش برضه جميل. وده كان فيديو يا حبايبي الشيبسي بتاعي. الشيبسي بتاعها. بصوا الشيبسي ايه رايكم؟ عايزة اروى اللي عاملاه. ايه رايك يا توته؟ يعني قلنا كنا عاوزين نشتري شيبسي من تحت ما تلاقيناش حد يشتري لنا، ودي سلطه الطحينه انا اللي عاملاها. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي، حواوشي الفراخ وحواوشي اللحمه. حلو. ايه رايكم فيه؟ لو عجبكم تحط لايك وتشتركوا في القناه كده عشان تشاركوا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.